اهلا بكم يا اخواتي في سلسله تعليم اللغه الالمانيه من الصفر. هنبدا مع بعض من الصفر واحده واحده من اول الحروف والكلمات والجمل لحد ما نوصل لمستوى كويس ان شاء الله. ومعانا اول فيديو النهارده هنتعلم ازاي نقدر ننطق حروف اللغه الالمانيه بطريقه صحيحه وناخد عليها امثله بسيطه عشان نقدر ننطقها. عندنا في اللغه الالمانيه الحروف الابجديه 26 حرف اللي هم الالفابت، زائد 4 حروف خاصه، 3 حروف املاوت وحرف اسمه الاس ست بيبقى الدبل اس. تعالى نبدا يا صديقي، يلا بينا. اول حرف معانا في اللغه الالمانيه حرف الاي بس بتنطق في الالماني zum Beispiel Apfel يعني تفاحة. oder Auto يعني سيارة. الحرف التاني معانا حرف B zum Beispiel Brot يعني خبز. oder Buch يعني كتاب. الحرف التالت معانا حرف اللتسي، وده في الغالب بيجي مع كلمات داخلية على اللغة الألمانية، يعني zum Beispiel كمبيوتر يعني اللي هو الكمبيوتر العادي. في عندنا كلمة بتبدأ بحرف الزي اللي هي سنت يعني العملة. الحرف الرابع معانا حرف دي zum Beispiel danke يعني شكرا. oder Deutschland يعني ألمانيا. الحرف الخامس معانا حرف A zum Beispiel Eltern يعني الوالدين. oder Essen يعني الطعام. الحرف السادس معانا حرف ال F zum Beispiel Fish يعني السمك. oder Freund يعني صديق. الحرف السابع معانا حرف الجي بس بتنطق في الألماني G zum Beispiel Garten يعني حديقة. oder gut يعني جيد. الحرف الثامن معانا حرف ال H بس بتنطق في الألماني zum Beispiel Haus يعني منزل. oder Handy يعني تليفون. الحرف التاسع من حرف الاي بس بتنطق في الألماني A zum Beispiel Idee يعني فكرة. الحرف العاشر معانا حرف اليوت بس بتنطق ي zum Beispiel Jahre يعني سنة. oder ja يعني نعم. الحرف ال11 معانا حرف K zum Beispiel Kind يعني طفل. oder Kleid يعني فستان. الحرف ال12 معانا حرف ال zum Beispiel Lieben يعني المعيشة. oder laut يعني عالي. الحرف ال13 معانا حرف ال M zum Beispiel Mutter يعني الأم. oder Mann يعني الرجل. الحرف ال14 معانا حرف ال N zum Beispiel Nase يعني الأنف. oder Nacht يعني الليل. الحرف ال15 معانا حرف ال O zum Beispiel Obst يعني الفاكهة. oder Oma يعني الجدة. الحرف 16 معانا حرف ال P. الحرف ده لازم تفتح فيه شوية عشان يختلف طبعا عن الحرف ال B العادية. zum Beispiel Pause يعني استراحة. ومعانا الحرف 17 حرف الكيو بس بتنطق في الألماني كفا. الحرف ده في الغالب بيجي بعده حرف الأو بيتنطق كفاليتيت يعني الجودة. الحرف 18 معانا حرف الار. الحرف ده ليه قوانين في نطقه برضه هننزل بيها فيديو نقدر نبص عليه، بس بيتنطق غا zum Beispiel غاد يعني دراجة. oder غوت يعني أحمر. حرف ال 13 معانا حرف الاس بس ده برضه لو جه في أول الكلام بيتنطق زي zum Beispiel زونة يعني شمس. معانا مثال تاني في نص الكلام zum Beispiel Essen يعني الأكل أو الطعام. حرف ال 20 معانا حرف T zum Beispiel تاج يعني يوم. oder تيا يعني حيوانات. حرف ال 21 معانا حرف الأو ده بيتنطق برضه في الألماني O zum Beispiel أوا يعني ساعة. oder Unterricht يعني درس. حرف ال 22 معانا حرف الفاو zum Beispiel فوجل يعني طيور. oder فاتا يعني الأب. حرف ال 23 معانا حرف الدبليو بس بيتنطق في الألماني في zum Beispiel Wasser يعني مية. oder
فيتا يعني الطقس. حرف ال 24 معانا حرف الاكس، ده بيتنطق عادي بس في الغالب لما يجي في اول الكلام في اللغه الالمانيه. الكلمه اللي معانا اسمها اكسلفون. اكسلفون يعني آلة موسيقيه. حرف ال 25 معانا حرف الابسلون. ابسلون، والحرف ده في الغالب لما تلاقيه في اول الكلام لانه دايما بيجي مع كلمات داخليه على اللغه الالمانيه. ثم بيشبيل يوجا. يوجا يعني رياضه اليوجا العاديه. حرف 26 معانا حرف الزد بس بتنطق في الالماني تست. تست. ثم بيشبيل Zeit. Zeit يعني الوقت. أوضة. Zimmer. Zimmer يعني الغرفة. وبعد كده معانا الحروف الخاصه في اللغه الالمانيه، دي تقريبا الحروف اللي بتميز اللغه الالمانيه عن اي لغه ثانيه. اول حرف معانا في الحروف الخاصه بس عليه نقطتين، بيتنطق A. zum Beispiel Ägypten. Ägypten يعني مصر. وده Äpfel ده جمع التفاح. الحرف التاني معانا في الحروف الخاصه حرف الأو وعليه نقطتين بس بيتنطق أو بيبقى مضموم شويه. zum Beispiel schön يعني جميل. الحرف التالت معانا في الحروف الخاصه حرف الأو وعليه نقطتين بس بنطق او مفتوحه شويه عن الاو الثانيه. zum Beispiel über يعني فوق. اخر حرف معانا في الحروف الخاصه حرف الاس تت، ده بيبقى الدبل اس. zum Beispiel Straße يعني شارع. لو نطقك في الألماني مش مظبوط يبقى الكلمة كلها غلط، بس ما تقلقش يا صديقي، هنظبط كل ده. مستعد؟ يلا بينا. بعد ما خلصنا الحروف وعرفنا ازاي ننطقها صح، معانا النهارده حاجه مهمه جدا وهي مقاطع الحروف في اللغه الالمانيه. بس يعني ايه مقاطع الحروف في اللغه الالمانيه؟ مقاطع الحروف في اللغه الالمانيه صديقي هم حرفين بيجوا مع بعض بيغيروا النطق تماما. على سبيل المثال معانا اول مقطع اللي هو الا او وبيتنطق او zum Beispiel auto يعني سياره. اوضه. هاوس. شايف النطق بيجي ازاي؟ هاوس. حرف الاو معروف نطق او، احفظها زي ما هي كده. المقطع اللي معانا بعد كده مقطع الاي اي. المقطع ده لازم تركز فيه جدا عشان في مقطع مشابه ليه عشان ما تلخبطش بينهم. مقطع الاي اي عندنا في اللغه الالمانيه بنطق اي zum Beispiel mein يعني حاجتي. اوضه. sein يعني يكون. شايف النطق عامل ازاي؟ المقطع المشابه ليه بعد كده مقطع الاي اي بس بتنطق اي عادي. zum Beispiel 7 يعني 7. ركز في النطق واحفظ المقاطع زي ما هي عشان لو جت كلمة معاك تعرف تنطقها. المقطع اللي معانا بعد كده المقطع ده هتلاقيه بيقابلك في كلمات كتيرة جدا، بس المقطع ده لازم تركز فيه عشان ليه قاعدة مهمة لازم تحفظها. المقطع ده هو صديقي CH. الCH عندنا لو جت بعد 3 حروف معينين بتنطق خ. 3 حروف دول هما الآ و واحفظهم عشان لو الCH جت بعدهم بتنطق خ. zum Beispiel بوخ يعني كتاب. أوضة. نخ يعني بعد. أوضة. نخ يعني أيضا. ركز هنا الCH جاية بعد كل حرف من دول. بعد كده معانا CH بس لو جت بعد أي 3 حروف غير ال3 اللي احنا قلنا عليهم دول. zum Beispiel إيش يعني أنا. أوضة. دش يعني أنت. خليك فاكر الCH كويس. CH لو جت بعد 3 حروف اللي قلنا عليهم بنطق خ. بعد كده معانا مقطع برضه هتلاقيه بيقابلك كتير جدا في الكلمات، مقطع SCH وده بيتنطق ش. zum Beispiel شولة يعني مدرسة. أوضة. schreiben يعني يكتب. ركز في المقطع ده عشان هيقابلك كتير جدا. بعد كده معانا مقطعين مهمين جدا لازم تركز فيهم عشان ما تلخبطش فيهم، هما الST والSP. الST عندنا بتنطق شت. zum Beispiel Straße يعني شارع. أوضة. Station يعني محطة. الSB بتنطق شب. zum Beispiel sprechen يعني تحدث. أوضة. سبورت يعني رياضة. بعد كده عندنا مقطع هتلاقي نادر جدا لما اقول لك في الكلمات. المقطع ده هو CHS وده بيتنطق اكس. zum Beispiel 6 يعني
رقم 6. والمقطع ده زي ما قلت لك نادر جدا لما تلاقي لك في الكلمات. ومعانا اخر مقطع في المقاطع اللي هو TION، وده بيتنطق تيون. zum Beispiel Information يعني المعلومات، oder Lektion يعني الدرس او الحصة. دايما هتلاقي بيجي في اخر الكلمة. oder Generation يعني جيل. بعد ما خلصنا المقاطع هناخد كام مثال كده. هديك الكلمة هتاخد 3 ثواني تحاول تقرأها وانا هقرأها بعدك. اول كلمة معانا house يعني منزل. معانا هنا مقطع الآ أو اللي هو الأو. الكلمة اللي معانا بعد كده بوخ يعني كتاب. معانا هنا مقطع CH بس قبل حرف الأو بيتنطق خا. الكلمة اللي معانا بعد كده شولة يعني مدرسة. معانا هنا مقطع SCH نطق شيف. الكلمة اللي معانا بعد كده شبوت يعني رياضة. معانا هنا مقطع SB بتنطق شبه. لو انت لسه بتبدأ ألماني الفيديو ده معمول ليك. 30 كلمة بس هتعلم ازاي تنطق ألماني وازاي تقرأ من غير تعقيد. هناخد كلمات يومية بسيطة وسهلة. حاول تقرأ ببطء وتكرر ورايا. أول كلمة معانا يا يعني نعم. تاني كلمة معانا ناين يعني لا. تالت كلمة معانا هالو يعني أهلا. رابع كلمة معانا دانكه يعني شكرا. خامس كلمة معانا بيتا يعني من فضلك. سادس كلمة معانا جوتن موجن يعني صباح الخير. سابع كلمة معانا تشوس يعني باي. طقها تشوس يعني باي. تامن كلمة معانا يا بيته يعني نعم من فضلك. تاسع كلمة معانا ناين دانكه يعني لا شكرا. 10 كلمة معانا اوكي يعني تمام. كلمة 11 معانا ايش يعني انا. كلمة 12 معانا دو يعني انت. كلمة 13 معانا ايه يعني هو. كلمة 14 معانا بن ده تصريف فعل زين مع الإش يعني يكون. بن يعني يكون. كلمة 15 معانا best يعني تكون. ده تصريف فعل زين مع الدو يبقى دو best يعني أنت تكون. كلمة 16 معانا كومي يعني أتي. ده تصريف فعل كومي مع الإش تبقى كومي يعني أتي. كلمة 17 معانا كومست يعني تأتي. ده تصريف فعل كومن مع الدو برضو تبقى كومست يعني تأتي. كلمة 18 معانا لانه يعني أتعلم. ده تصريف فعل لانن مع الإش تبقى لانه يعني أتعلم. كلمة 19 دويتش يعني ألماني. كلمة 20 نشت يعني لا. دي أداة نفي. نشت يعني لا. كلمة 21 معانا نام يعني اسم. كلمة 22 معانا لاند يعني بلد. كلمة 23 معانا هاوس يعني منزل. كلمة 24 معانا أوتو يعني عربية أو سيارة. كلمة 25 معانا سايت يعني وقت. كلمة 26 معانا تاج يعني يوم. كلمة 27 معانا من يعني رجل. كلمة 28 معانا
فراو يعني امرأة أو سيدة. كلمة 29 معانا فرويند. فرويند يعني صديق. كلمة 30 معانا شولة. شولة يعني مدرسة. وقت هناخد حبة أمثلة بسيطة كده عشان تعود نفسك على الجمل. Zum Beispiel ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten يعني أنا جاي من مصر. Oder ich habe Zeit. Ich habe Zeit يعني أنا عندي وقت. Oder ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch يعني أنا بتعلم ألماني. شفت الألماني سهل إزاي؟ لو لسه بتبدأ في الألماني والضمان الشخصية عاملة لك لخبطة، فالفيديو ده هيخلص لك من المشكلة دي نهائي. بس ركز معايا. هناخد النهارده الضمائر الشخصية في اللغة الألمانية، وهناخد مع كل ضمير 5 جمل عشان نقدر نستخدمهم ونحفظهم كويس. مستعد؟ يلا بينا. أول ضمير معانا إيش. إيش بتنطقها شين خفيفة كده، بس خلينا متفقين إن أنت بعد كده مع سرعة الكلام هتلاقي نفسك بتنطقها إيش عادي، لأن أنت مش كل ما تيجي تنطق الإيش تفكر بقى تنطقها شين خفيفة أو شين تقيلة، فهتلاقي الدنيا الموضوع أبسط معاك إن شاء الله بعد كده. أول جملة معانا تبقى إيش بن أحمد حسن. إيش بن أحمد حسن يعني أنا أكون أحمد حسن. وضع إيش لاني دويتش. إيش لاني دويتش يعني أنا بتعلم ألماني. وضع إيش komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten يعني أنا جاي من مصر. Oder ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause يعني أنا رايح على البيت. Oder ich arbeite hier. Ich arbeite hier يعني أنا شغال هنا. الضمير اللي معانا بعد كده du. Du يعني أنت. Zum Beispiel Du bist mein Freund. Du bist mein Freund يعني أنت تكون صديقي. Oder Du lernst Deutsch. Du lernst Deutsch يعني أنت بتعلم ألماني. Oder Du kommst aus Berlin. Du kommst aus Berlin يعني أنت جاي من برلين. Oder Du gehst zur Arbeit. Du gehst zur Arbeit يعني أنت رايح الشغل. Oder Du arbeitest heute. Du arbeitest heute يعني انت شغال النهارده. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير إيه. إيه يعني هو. هتلاقي دايما الضمير ده بيجي ومعاه الزي يعني هي، واس دي حاجة بتيجي للمحايد اللي هو لا مذكر ولا مؤنث. هناخد على أمثلة. Zum Beispiel إيه lernt Deutsch. إيه lernt Deutsch يعني هو بيتعلم ألماني. Oder إيه kommt aus Deutschland. Er kommt aus Deutschland يعني هو جاي من ألمانيا. Oder sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch يعني هي بتعلم ألماني. Oder sie kommt aus Berlin. Sie kommt aus Berlin يعني هي جاية من برلين. Oder es ist ein Buch. Es ist ein Buch يعني هذا كتاب. Oder es ist gut. Es ist gut يعني هذا جيد. ضمير المحايد ده اللي هو لا مذكر ولا مؤنث. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير wir. wir يعني نحن. Zum Beispiel wir kommen aus Ägypten. wir kommen aus Ägypten يعني احنا جايين من مصر. Oder wir lernen Deutsch. wir lernen Deutsch يعني احنا بنتعلم ألماني. Oder wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause احنا رايحين على البيت. Oder wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen احنا بنشتغل مع بعض. Oder wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino احنا رايحين على السينما. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير ihr. ihr يعني أنتم. Zum Beispiel ihr seid Studenten. ihr seid Studenten يعني أنتم تكونوا طلاب. Oder ihr kommt aus Berlin. ihr kommt aus Berlin يعني أنتم جايين من برلين. Oder ihr lernt Deutsch. ihr
lernt Deutsch يعني انتوا بتتعلموا ألماني. oder ihr geht zur Arbeit. ihr geht zur Arbeit يعني انتوا رايحين على الشغل. oder ihr arbeitet hier. ihr arbeitet hier يعني انتم شغالين هنا. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير زي بس دي زي الاحترام لحضرتك او لحضراتكم. بتفرق بينها وبين زي هي، هتلاقي في اختلاف في تصريف الفعل، زائد بتلاقي الاس جروس. في زي الاحترام الاس هتلاقيها بتبدا بزي باس جروس. الزي بتاع هي هتلاقي بتبدا باس كلاين يعني زي الاحترام اس هتبقى كابيتال، زي هي هتبقى الاس سمول. zum Beispiel sie kommen aus Deutschland. sie kommen aus Deutschland يعني حضرتك او حضراتكم جايين من المانيا. oder sie lernen Deutsch. sie lernen Deutsch يعني حضرتك او حضراتكم بتعلموا الماني. oder sie arbeiten hier. sie arbeiten hier يعني حضرتك او حضراتكم شغالين هنا. oder sie gehen zur Arbeit. sie gehen zur Arbeit يعني حضرتك او حضراتكم رايحين على الشغل. oder sie gehen nach Hause. sie gehen nach Hause يعني حضرتك او حضراتكم. عندنا في الألماني الفعل هو أساس الجملة، لو ما عرفتش تصرف الفعل يبقى ما عندكش جملة ومش هتعرف تتكلم ألماني. الفيديو ده هنصرف أي فعل صح مع كل الضماير، مفيش حفظ مفيش تعقيد، وهتفهم القاعدة وتمشي عليها طول عمرك. مبدئيا كده يا صديقي، أي فعل في الألماني بينتهي ب ان. على سبيل المثال kommen kaufen lernen sprechen، أي فعل هتلاقيه بينتهي ب ان. طب احنا هنصرفه ازاي؟ سهل خالص، بنشيل ال ان ونصرف الفعل على حسب الضمير. بس ما تقلقش هنعرف ده كله مع بعض. مستعد؟ يلا بينا. أول ضمير معانا يبقى ich يعني أنا. الإيش دايما بنشيل ال ان في آخر الفعل ونحط ايه بس. على سبيل المثال عندنا فعل ماخن، هيتصرف مع الإيش هتبقى ich mache Kaffee. ich mache Kaffee يعني أنا بعمل قهوة. الفعل التاني معانا فعل lernen يعني يتعلم، هيتصرف مع إيش هتبقى ich lerne Deutsch. ich lerne Deutsch يعني أنا بتعلم ألماني. الضمير اللي بعده معانا دو يعني أنت. دو دايما بنشيل اي ان ونحط اس تي. اي فعل بيجي مع الدو بنشيل الاي ان ونحط مكانها اس تي. ثم بيشبيل معانا فعل كومن يعني ياتي، هتبقى دو كومست اوس ايجيبتن. دو كومست اوس ايجيبتن يعني انت جاي من مصر. فعل معانا بعد كده فعل لين، هيتصرف مع الدو هتبقى دو لانست دوتش. دو لانست دوتش شلنا الاي ان وحطينا مكانها اس تي. اي فعل يجي مع الدو بنشيل الاي ان ونحط مكانه اس تي. بعد كده معانا 3 ضماير دول بياخدوا نفس التصريف في اي فعل، اللي هما ايه هو وزي هي واس للمحايد اللي هو لا مذكر ولا مؤنث. ال3 ضماير دول اي فعل بيجي معاهم بنشيل الاي ان ونحط تي. zum Beispiel er kommt aus Ägypten. er kommt aus Ägypten يعني هو جاي من مصر. oder sie lernt Deutsch. sie lernt Deutsch يعني هي بتعلم ألماني. شلنا الاي ان وحطينا مكانها تي. بعد كده معانا الضمير wir يعني نحن. الضمير ده سهل جدا لأن الفعل بيجي زي ما هو، ما بيتغيرش فيه حاجة. تصريف أي فعل مع الضمير wir بينزل زي ما هو. zum Beispiel عندنا فعل gehen يعني يذهب. zum Beispiel wir gehen spazieren. wir gehen spazieren يعني احنا رايحين نتمشى او ذاهبين للتنزه. الفعل اللي بعده معانا الفعل arbeiten يعني يعمل او يشتغل. zum Beispiel wir arbeiten zusammen. wir arbeiten zusammen يعني احنا شغالين مع بعض. الضمير اللي بعد كده معانا ضمير er يعني انتم. بنصرف الفعل مع الضمير er بنشيل الاي ان ونحط تي. بنشيل الاي ان ونحط تي. zum Beispiel معانا فعل lernen يعني يتعلم، هتبقى er lernt Deutsch. er lernt Deutsch يعني انتم بتعلموا ألماني. الفعل معانا بعد كده فعل machen يعني يفعل. zum Beispiel er macht das gut. er macht das gut يعني انتم بتعملوا ده كويس.
الضمير اللي معانا بعد كده ضمير زي. دي زي الاحترام لحضرتك او لحضراتكم. الضمير ده سهل جدا لان الفعل برضو بينزل زي ما هو، بيتغيرش فيه حاجه، بيتصرف مع الضمير زي يبقى زي ما هو، منغيرش فيه حاجه. ثم بيشبيل معانا فعل kommen يعني ياتي، هتبقى Sie kommen aus Deutschland. Sie kommen aus Deutschland يعني حضرتك جاي من ألمانيا. الفعل اللي معانا بعد كده فعل lernen يعني يتعلم. ثم بيشبيل Sie lernen Deutsch. Sie lernen Deutsch يعني حضراتكم بتعلموا ألماني. لو القاعدة وصلت معاك وفهمتها لحد هنا اكتب كومنت. يبقى القاعدة كالآتي يا صديقي: الإيش بتاخد إيه بنشيل إن ونحط إيه، الدو بتاخد استي بنشيل ان ونحط استي، الايه والاس والزي بتاخد تي، الفيا الفعل بينزل زي ما هو، الايه انتم بنحط تي بنشيل ان ونحط تي، زي الاحترام حضرتك او حضراتكم الفعل برضو بينزل زي ما هو. احفظها على كده ورتبها هتلاقي الافعال كلها ظبطت معاك. للتذكرة حابة اقولك ان في فعلين التصريف بتاعهم بيختلف تماما عن كل الافعال اللي قلناها ديت مع كل الضماير، هنتكلم عنهم الفيديو الجاي ان شاء الله. خد بالك عشان في فعلين في الالماني مش هتعرف تتكلم الماني من غيرهم، ولا تعرف تكون جمل من غيرهم، ولا تعرف تتكلم في يومك الماني من غيرهم. الفعلين دول هما فعل هابن يعني انا عندي او انا املك، وفعل زين يعني انا اكون. هنتعلم النهارده ازاي نصرفهم مع الضمائر الشخصيه بطريقه سهله وبسيطه زي ما اتعودنا. واول ضمير معانا اللي هو ايش اللي هو انا، فعل هابن بيتصرف مع الضمير ايش تبقى ايش هابه. ايش هابه يعني انا عندي او انا املك. مع الضمير دول اللي هو انت تبقى دو هاست يعني انت عندك او انت تملك. ايه واس وزي تبقى ايه هات وده زي هات وده اس هات. مع الضمير فيا اللي هو نحن تبقى فيا هابن احنا نملك، الفعل بينزل زي ما هو. مع الضمير ايه اللي هو انتم هتبقى ايه هابت يعني انتم تملكون. مع زي اللي هو زي الاحترام او زي حضرتك تبقى زي هابن الفعل برضو بينزل زي ما هو، زي الاحترام او زي حضرتك، زي هابن يعني حضرتك عندك او حضراتكم عندكم. هناخد كام جملة بسيطة كده مع الفعل هابن مع الضمير الشخصية عشان نفهمه كويس. ثم يشبيل ich habe ein Auto يعني انا عندي عربية. وده du hast Zeit يعني انت عندك وقت. انت wieder ihr hat Hunger يعني هو جعان. انت wieder wir haben ein Problem احنا عندنا مشكلة. انت wieder ihr habt Zeit يعني انت عندكم وقت. انت wieder sie haben ein Auto يعني حضرتك او حضراتكم عندكم عربية. فعل معانا بعد كده فعل زين يعني يكون. فعل زين بيتصرف مع الضمير ايش اللي هو انا بتبقى ايش بن يعني انا اكون. مع الضمير دو اللي هو انت بتبقى دو بيست يعني انت تكون. ايه واس وزي بتبقى ايه است انت wieder sie ist oder es ist. مع الضمير فيا اللي هو نحن تبقى wir sind يعني نحن نكون. مع الضمير ايه اللي هو انتم تبقى ايه زايد يعني حضراتكم تكونوا. مع ذي الاحترام حضرتك او حضراتكم تبقى زي زند يعني حضرتك تكون او حضراتكم تكونوا. هناخد كام جملة كده مع فعل زين يكون على الضمير الشخصية عشان نفهمه كويس. ثم بيشبيل ich bin أحمد حسن يعني أنا أكون أحمد حسن. أنت wieder du bist hier يعني أنت تكون هنا. أنت wieder er ist Lehrer يعني هو يكون مدرس. أنت wieder wir sind zu Hause احنا نكون في المنزل. مع الضمير ايه اللي هو انتم تبقى ihr seid Studenten يعني انتم تكونوا طلاب. مع الضمير زي حضرتك او حضراتكم هتبقى sie sind glücklich يعني حضرتك او حضراتكم تكونوا سعداء. مقارنة بسيطة كده بين فعل هابن وفعل زين عشان ما تلخبطش بينهم. ثم بيشبيل ich habe ein Haus
habe ein Haus يعني أنا عندي منزل. oder ich bin im Haus. ich bin im Haus يعني أنا أكون في المنزل. أول مرة استخدمنا فعل haben، تاني مرة استخدمنا فعل sein. haben يعني يملك، وزين يعني يكون. فرق بينهم عشان تفهمهم كويس. لو فهمت تصريف الفعلين دول وقدرت تستخدمهم صح، هتقدر تكون بيهم جمل كتيرة جدا وتفتح معاك كلام كتير جدا في الألماني. لو بتذاكر ألماني من شهور ومفيش نتيجة ولسه مش عارف تتكلم، أو كل شوية بتبدأ وتوقف تبدأ وتوقف، يبقى المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة اللي بتذاكر بيها. هناخد النهاردة طريقة جديدة تذاكر بيها اسمها 3 في 1. طريقة سهلة وبسيطة وتخليك تبدأ ألماني صح من الصفر، بس ركز معايا. لو انت لسه مبتدئ ألماني من الأول خالص، فأهم حاجة عندك القراءة. ده أول حاجة بتبدأ بيها ألماني. انت لو قرأت ألماني الدنيا بعد كده سهلة معاك في أي حاجة. ركز على مقاطع الحروف، ركز على الحروف الأملاوت اللي هي و الحروف دي بتفرق معاك جدا. الإيش الخفيفة والإيش التقيلة عشان تعرف تنطق ألماني صح. وحاول تسمع قبل ما تنطق، اسمع الكلمة وحاول تكررها. إضافة تانية، أي لغة بتتعلمها حاول متحفظش كلمات لوحدها، احفظ جمل جاهزة. دي على فكرة هتضم لك قواعد، هتضم لك ازاي تتكلم، ازاي تسمع. الجمل الجاهزة لما تحفظها وتكررها وتعرف تنطقها بتوفر عليك مجهود كبير جدا. بتلاقي نفسك انت لو عندك 10 جمل مثلا، هتلاقي نفسك انت بتقول 10 جمل، فانت بتحس نفسك انت فعلا بتتكلم ألماني. انما انت لو حافظ كلمات بس، هتلاقي نفسك مش عارف تحطها في جمل، الدنيا تبقى صعبة معاك. فحاول تحفظ جمل على بعضها تخلي الدنيا اسهل معاك شويه. لان خلينا نقول مثلا لو انت في مستوى ال1 او ال2 وحافظ مثلا 70 100 جمله، ال100 جمله دول لو انت حافظهم وحاططهم في اي موقف واتكلمت بيهم، انت هتلاقي نفسك فعلا بتتكلم ألماني. ده هيخلي عندك رغبه في انك تكمل وتتعلم اكتر. انما انت لما تبقى في ال1 او ال2 وحافظ افعال بس او كلمات بس ومش عارف تحطها في جمل، هتلاقي الدنيا صعبه معاك وهتلاقي ما عندكش رغبه في انك تكمل. طب نرجع لموضوعنا المهم، ايه هي خطة 3 في 1 دي؟ 3 في 1 دي بص، خطة بتضم لك كتابة وقراءة وتحدث في نفس الوقت. طب ازاي؟ هات مثلا 10 جمل واكتبهم اكتر من مرة، يعني نقلهم كده اكنك بتشوفهم اكتر 3 مرات. مثلا في المرة الرابعة حاول تكتبهم من غير ما تبص عليهم. هتلاقي نفسك لو كتبتهم وعرفت تكتبهم صح، هتلاقي نفسك انت بتقدر تكتبهم وتقدر تقرأهم كويس، وتقدر كمان تتكلمهم. فانت كده استفدت 3 حاجات في حاجة واحدة، انك كتبتهم بس انت قدرت تنطقهم بعد كده، قدرت تقرأهم كويس. فحاول تركز على الحتة دي، هتفيدك جدا والله. وفي عندنا برضو الهوغن على فكرة ناس كتير لما حد يقول لهم اسمع، بيروح مثلا يسمع مقطع مثلا 2 أو 3 دقايق او فيديو ايا كان، وبعد ما يخلص الفيديو لك انا مش فاهم حاجة. انت طبيعي مش تبقى فاهم حاجة لان انت اول مرة تسمع الفيديو او انت لسه تسمع لغة جديدة. فالحل الوحيد انك تكرر الفيديو، قرر الفيديو لحد ما تفهمه كله. متطلعش الفيديو الا وانت فاهم كل كلمة فعلا اتقالت فيه. لو مش مترجم، ترجم الكلام، حاول تفهمه وافضل ورا الفيديو لحد او ايا كان اوديو او اي حاجة من دول لحد ما تطلع منه انت فعلا فاهم كل كلمة اتقالت فيه. هتيجي بعد كده انت الكلام ده لما تكرره تقدر تقوله. يعني خلينا نسي مثلا ايش هايسي احمد حسن، لما تسمع في فيديو يقول ايش هايسي مثلا، فانت سمعتها هتقدر تكررها بعد كده، تقدر تقولها. تاني حاجة معانا جدول المذاكرة. حاول تجدول نفسك وقت للمذاكرة. ازاي؟ يعني مثلا انت هنقول هتذاكر 4 ساعات النهاردة او 2 ساعات او لو حتى 1 ساعة. حاول تقسم الساعة دي على 4 أجزاء، على الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة. ما تديش وقتك كله مثلا للجرامر او تدي وقتك كله بس للقراءة. حاول تقسم الوقت بتاعك على ال4 حاجات دول. نقول مثلا ربع ساعة انت حاول تسمع، خلينا مثلا نقول فيديو مثلا 2 أو 3 دقايق، اسمعه وقرره لحد ما تفهمه كله. بعد كده اكتب جمل، حاول تكتب جمل كاملة على بعضها زي ما قلنا، ما تكتبش كلمات بس او افعال بس، اكتب جمل عشان تثبت في دماغك. بعد كده حاول تقرأ تكست صغير. حاول بعد كده تتكلم اللي انت استفدت بيه النهارده. جمع انت استفدت مثلا بجملتين 3 حتى لو جملة واحدة، حاول تنطقها، حاول تكررها عشان تطلع من الوقت ده انت فعلا مستفاد بحاجة.
وخليك مقتنع ومتأكد ان انت مش هتتكلم من اول مرة الماني بيرفكت، لا انت لازم تكرر وتعيد وتغلط مرة واتنين وتلاتة عشان تقدر تتكلم الماني صح. فزي ما قلت لك امشي على الخطوات دي وهتلاقي نفسك فعلا مستفاد. لو عايز تتعلم الماني صح مش بسرعة لكن بثبات، امشي على الخطة دي 3 في 1. عايزك تتأكد ان اللي هيشوفك بتتكلم الماني بعد الفيديو ده مش يصدق ان مستواك A1، هيقولك انت A2 B1، بس ركز معايا. يلا بينا. هناخد في الفيديو ده اهم 30 فعل انت محتاجهم في مستوى A1، وهناخد عليهم جمل كمان عشان تقدر تستخدمهم زي ما انت عايز. اول فعل معانا فعل زاين. زاين يعني يكون. طبعا احنا خدنا في فيديو احنا شارحين فيه تصريف فعل زاين وفعل هابن مع الضمير الشخصية، عارفين انه بيختلف. ثم يشبيل ايش بن احمد حسن. ايش بن احمد حسن يعني انا اكون احمد حسن. تصريف فعل زاين مع الايش تبقى ايش بن. تاني فعل معانا فعل هابن. هابن يعني يملك. ثم يشبيل ايش هابت سايت. ايش هابت سايت يعني انا عندي وقت. تالت فعل معانا فعل جين. جين، خد بالك الفعل ده يعني ما نحاول ما نظهرش الاتش اللي هي الها، نقول جين. جين يعني يذهب. ثم يشبيل ايش جي nach Hause. ايش جي nach Hause يعني انا رايح على البيت. رابع فعل معانا فعل كومن. كومن يعني ياتي. ثم يشبيل ich komme aus Ägypten. ich komme aus Ägypten يعني انا جاي من مصر. خامس فعل معانا فعل machen. machen يعني يفعل. ثم يشبيل ich mache Sport. ich mache Sport يعني انا بلعب رياضة وانا بعمل رياضة. سادس فعل معانا فعل lernen يعني يتعلم. ثم يشبيل ich lerne Deutsch. ich lerne Deutsch يعني انا بتعلم الماني. سابع فعل معانا فعل sprechen. sprechen يعني يتحدث. ثم يشبيل ich spreche Deutsch. ich spreche Deutsch يعني انا بتحدث الماني. تامن فعل معانا فعل arbeiten. arbeiten يعني يشتغل. ثم يشبيل ich arbeite in Deutschland. ich arbeite in Deutschland يعني انا شغال في المانيا. تاسع فعل معانا فعل wohnen. wohnen يعني يسكن. ثم يشبيل ich wohne in Kairo. ich wohne in Kairo يعني انا ساكن في القاهرة. فعل رقم 10 معانا فعل essen. essen يعني يأكل. ثم يشبيل ich esse Brot. ich esse Brot يعني انا باكل عيش. دول اول 10 افعال، ركز كويس في اللي جاي اسهل. فعل رقم 11 معانا فعل trinken. trinken يعني يشرب. ثم يشبيل ich trinke Wasser. ich trinke Wasser يعني انا بشرب ميه. الفعل رقم 12 معانا فعل sehen. sehen يعني يرى. ثم يشبيل ich sehe dich. ich sehe dich يعني انا اراك او انا شايفك. الفعل رقم 13 معانا فعل hören. hören يعني يسمع. ثم يشبيل ich höre Musik. ich höre Musik يعني انا بسمع موسيقى. الفعل رقم 14 معانا فعل bleiben. bleiben يعني يبقى. ثم يشبيل ich bleibe hier. ich bleibe hier يعني انا هستنى هنا. الفعل رقم 15 معانا فعل laufen. laufen يعني يمشي او يجري. ثم يشبيل ich laufe schnell. ich laufe schnell يعني انا بجري بسرعة او انا ماشي بسرعة. الفعل رقم 16 معانا فعل fahren. fahren يعني يسافر او يقود. ثم يشبيل ich fahre nach Berlin. ich fahre nach Berlin يعني انا مسافر على برلين. الفعل رقم 17 معانا فعل heißen. heißen يعني يدعى. ثم يشبيل ich heiße Ahmed. ich heiße Ahmed. الفعل رقم 18 معانا fragen. fragen يعني يسأل. ثم يشبيل ich frage den Lehrer. ich frage den Lehrer يعني انا بسأل المدرس. الفعل رقم 19 معانا denken. denken يعني يفكر. ثم يشبيل ich denke viel. ich denke viel يعني انا بفكر كتير. الفعل رقم 20 معانا finden. finden يعني يلقى او يجد. ثم يشبيل ich finde den Job. ich finde den Job يعني انا لقيت الوظيفة او لقيت الشغلانة. الفعل رقم 21 معانا antworten. antworten يعني يجاوب او يرد. ثم يشبيل ich antworte schnell. ich antworte schnell يعني انا بجاوب بسرعة او برد بسرعة. الفعل رقم 22 معانا helfen.
helfen يعني يساعد. zum Beispiel ich helfe dir. ich helfe dir يعني أنا بساعدك. الفعل رقم 23 معانا spielen. spielen يعني يلعب. zum Beispiel ich spiele Fußball. ich spiele Fußball يعني أنا بلعب كورة. الفعل رقم 24 معانا kaufen. kaufen يعني يتسوق. zum Beispiel ich kaufe Brot. ich kaufe Brot يعني أنا بتسوق عيش أو بشتري عيش. الفعل رقم 25 معانا bezahlen. bezahlen يعني يدفع. zum Beispiel ich bezahle bar. ich bezahle bar يعني أنا بدفع كاش. الفعل رقم 26 معانا öffnen. öffnen يعني يفتح. zum Beispiel ich öffne die Tür. ich öffne die Tür يعني أنا بفتح الباب. الفعل رقم 27 معانا schließen. schließen يعني يقفل. zum Beispiel ich schließe das Fenster. ich schließe das Fenster يعني أنا بقفل الشباك أو بقفل النافذة. الفعل رقم 28 معانا bringen. bringen يعني يحتاج. zum Beispiel ich bringe Wasser. ich bringe Wasser يعني أنا بحتاج مية. الفعل رقم 29 معانا nehmen. nehmen يعني يأخذ. zum Beispiel ich nehme den Bus. ich nehme den Bus يعني أنا باخد الباص. الفعل رقم 30 معانا geben. geben يعني يعطي. zum Beispiel ich gebe dir Geld. ich gebe dir Geld يعني أنا بديك فلوس أو أنا بعطيك فلوس. لو حفظت ال 30 فعل بال 30 جملة دول أوعدك إنك هتبدأ تتكلم ألماني من غير عك كتير ومن غير تعقيد. ولو وصلت لحد هنا متنساش تصلي على النبي كتير وتعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس وتستنى اللي جاي عشان اللي جاي أقوى بكتير. سلام.